أهلا بيك في أسهل طريقة لتعليم حل البوكيت روبيك كيوب. البوكيت روبيك كيوب بيكون عبارة عن مكعب 2 في 2، يعني في صفين من الألوان في الوش الواحد في 2 تانيين، على عكس المكعب ده اللي بيكون فيه 3 قطع في 3 قطع، فبنقول عليه 3 في 3. أما المكعب ده اللي هو البوكيت روبيك كيوب بيكون فيه 2 في 2 بس. طريقة حله سهلة وظريفة ومش هتاخد منك وقت طويل. أنا اسمي محمود عقل، يا ريت تعمل سبسكرايب وخليك موجود لحد آخر الفيديو علشان تعرف معلومات عن بقية روبيك كيوبز. أول حاجة محتاجين نعرفها عن روبيك كيوب ده هي أسامي السايدز بتاعتي اللي حابة أشتغل عليها. دايما هتلاقيني بقول حرف الR لكلمة رايت، وده معناه إن أنا هحرك السايد اللي على إيدي اليمين بالشكل ده. لو جالي حرف الR يبقى أنا عايز كده الوش الجنب اللي هو على إيدي اليمين بحركه مع اتجاه عقارب الساعة بالشكل ده. لو أنا واقف هنا عقارب الساعة بتمشي كده، والعكس صحيح. لو قال لي عايز R وعليها أبوستروف كده بقول عليها R برايم، ودي معناها إني هحرك الوش ده برضو بس عكس اتجاه عقارب الساعة. يبقى عندي الجنب ده اسمه R، أكيد هيبقى الجنب ده اسمه L لكلمة left، والجنب ده عكس الجنب ده. يعني لو حبيت أقول L يبقى L مع اتجاه عقارب الساعة. لو أنا واقف هنا وباصص على السايد ده هلاقي عقارب الساعة بتلف كده، فهتكون دي هي الاتجاه بتاعي. لكن لو قلت L برايم يعني عكس عقارب الساعة فهيكون كده. الوش اللي فوق ده هحط له حرف اليو لكلمة up، الاب سايد كده يو مع عقارب الساعة، وكده يو برايم عكس عقارب الساعة. الجنب اللي في الظهر ده هقول عليه بي لكلمة back، والجنب اللي في وشي ده هقول عليه F لكلمة front، وآخر الطبقة اللي تحت دي هقول عليها D لكلمة down. أنا مش مضطر تحفظ كل ده في أوله، أنا بس بفهمك إيه هي السايدز اللي هنشتغل عليها عشان لما أقول R تبقى عارف يعني إيه R، لما أقول L تكون عارف يعني إيه L. إحنا هنحل المكعب ده في 3 خطوات بس، فالموضوع هيكون سهل جدا. أول حاجة محتاجين نعملها نلخبط المكعب. جميل أوي يا صديقي، بقى عندي روبيك كيوب هنا مش باين له ملامح والدنيا خربانة معاه تماما. تعال نشوف أول خطوة هنعملها إزاي. أول خطوة عندي هي حل الوش الأبيض. هختار أي وش يناسبني بس يكون فيه قطع أبيض من تحت، لأن دايما هيكون الأبيض تحت وهحل قصاده الأصفر فوق. واحدة واحدة ما نستعجلش، تعال نتكلم عن الأبيض الأول. هختار أي قطعة تناسبني فيها أبيض من تحت، مثلا دي، وهبص على اللونين التانيين اللي معاه. عندي هنا أورنج وعندي هنا جرين، برتقاني وأخضر. اللي مطلوب مني دلوقتي إن أنا أدور على أي قطعة تانية فيها أبيض زي دي مثلا أو دي، بس بشرط يكون فيها أحد اللونين دول، يا إما الأخضر يا إما الأخضر يا إما البرتقاني. فعلى قمة نظري كده شايف إن في حتة هنا فيها أبيض ومعاها هنا أخضر. اللي هعمله إني هخلي الأخضر دي تبقى عكس الأخضر دي، يعني القطعة الأخضر هنا عايزها تيجي عكس كده كأنها سمبوكسة مع الأخضر دي. فاللي محتاج أعمله إن أحرك الوش الأب بس كده، فبقى عندي هنا الأبيض مع الأخضر والبرتقاني، الحتة اللي أنا ركزت عليها في الأول، وبعدين عندي هنا الأخضر اللي فيها أبيض بالشكل ده. تأكد بس إن الأبيض بتاعتي في الحالة دي على سايد مش في الأب سايد زي دي، يعني دي مثلا مش هتناسبني دلوقتي، لكن أنا أقدر أشتغل على دي عادي. أول حاجة محتاج أعرفها هي الأبيض بتاعتي على إيدي الشمال ولا على إيدي اليمين. هنا الأبيض على إيدي الشمال. ما تنساش إن محتاج الأخضر دول يكونوا باصين لبعض كده، يعني الأخضر دي مش عايزها هنا ومش عايزها هنا، لازم تكون هنا. هعمل إيه في الحالة دي بقى؟ طالما الأبيض على إيدي الشمال هعمل حركة بسيطة كده بتقول البرايم، يبقى حركت الجنب الليفت ده عكس عقارب الساعة عشان برايم، وبعدين يو برايم الجنب اللي فوق عكس اتجاه عقارب الساعة، وبعدين ال الجنب الشمال مع عقارب الساعة. اللي هيحصل هنا إن بقى عندي 2 أبيض جنب بعض كمان متناسقين مع بعض من اللون اللي فوق. تعال نكمل ونشوف يحصل إيه تاني.
طيب عايز واحدة تانية تكون مناسبة ليا في الأبيض، يا إما فيها برتقاني يا إما فيها أحمر. تعال ندور مع بعض. عندي هنا في قطعة اهي فيها أبيض ومعاها برتقاني وأزرق، أقدر أستخدمها مع البرتقاني دي، بس عندي مشكلة بسيطة خالص إن اللون الأبيض بتاعي فوق مش في الجناب زي ما أنا عايز. فتعال نحل المشكلة دي بسرعة. هنا الأبيض بتاعتي على إيدي اليمين، فهعمل نفس الحركة اللي أنا عملتها في الإيد الشمال بس بقواعد الإيد اليمين، عشان بس أخلي الحتة الأبيض دي تبقى هنا أو هنا. هعمل إيه؟ هعمل حركت الجنب اليمين وبعدين يو، بس بدل ما هحرك يو دي مرة واحدة هعمل يو مرة كمان وبعدين هرجع برايم. تعالى كده نراجع اللي احنا عملناه مع بعض. الأبيض كانت فوق فعملت يو. الأبيض دي لو رجعت بالار برايم هتنزل تحت، أنا مش عايز أنزلها تحت، أنا عايز أخليها فوق، فهعمل يو مرة كمان وبعدين أنزل بالار برايم. كده بقت الحتة البرتقاني أهي بقت الأبيض في الجنب مش فوق، لأن لو فوق مش هعرف أحلها بالشكل المناسب. طيب اتفقنا إنه الأبيض أهي ومعاها برتقاني، يعني ممكن تمشي مع القطعة ديت. محتاج إن نخليهم يبصوا عكس بعض بالمنظر ده. زي ما اتفقنا لازم عشان أوفق حتة هنا لازم تبقى بصلها عكسها كده، ولا ينفع هنا ولا ينفع هنا. طيب هنا المرة دي الأبيض على إيدي اليمين مش على إيدي الشمال. لما كانت على إيدي الشمال عملت الحركة بتاعت الإيد الشمال، المرة دي على إيدي اليمين فهعمل الحركة بتاعت الإيد اليمين اللي هي هتقول إيه بقى؟ لسه عاملينها من شوية بس هنقولها تاني. R U R برايم. أصبح عندي 3 قطع في الوش الأبيض معاهم الألوان بتاعتهم متناسقة، ما عنديش غير قطعة واحدة اللي هي دي. حلو أوي، إحنا كده بنجرب كل الكيسز أو الحالات اللي ممكن تقابلنا في الوش الأبيض، لأن كان من شوية عندي أبيض من فوق وحولناها عشان تبقى هنا. دلوقتي عندي أبيض من تحت محتاج برضو أحولها عشان تكون في أي جزء من المنطقة ديت. هي هنا الأبيض دي على إيدي اليمين وهي دي القطعة الوحيدة اللي المفروض تتصلح تبقى هنا، الأبيض دي تبقى هنا. بس عشان أقدر أحل ده الأول لازم أجيبها هنا. لو هي كانت تحت كده وهي على إيدي اليمين هعمل الحركة بتاعت الإيد اليمين اللي هي R U R برايم. اللي حصل هنا إن هي طلعت فوق، ما زلت مش هقدر أحلها كده برضو. هودي اللي فوق دي ناحية الجزء اللي فاضي اللي هي المفروض تتصلح فيه أصلا، وهعمل تاني نفس الخوارزمية R U. بس هنا لو أنا رجعت R برايم الأبيض هتنزل تحت يبقى ما عملتش حاجة، فبعمل U2. يبقى اتفقنا لما الأبيض بتبقى فوق بالمنظر ده هحتاج إني أعمل R بدل U واحدة، لأ هقول U تاني وبعدين أنزل R برايم. لو خدت بالك معايا يا صديقي هتلاقي إن الأبيض بتاعتي بقت موجودة في المكان المناسب ليا إن أنا أصلحه، ومعاها اللون الأزرق اللي هو هنا، فهخلي الأزرق ده عكس الأزرق ده والأبيض هنا على إيدي اليمين، فهقول R U R برايم. وكده أكون حليت الوش الأبيض مع الطبقة الأولانية دي. في الخطوة اللي بعد كده يا صديقي هنحاول مع بعض نحل الوش الأصفر. الوش الأبيض هنا، الوش الأصفر دايما بيكون في الاتجاه المقابل ليه، يعني الأبيض بخليه تحت والأصفر بخليه فوق. عشان أحل الوش الأصفر يا صديقي بعمل خوارزمية معينة، بس بعملها كذا مرة بشكل معين. هبتدي دايما بأول احتمالية إن ما يكونش عندي أي أصفر فوق، فبروح أعمل الخوارزمية دي R U R برايم U R U2 R برايم. الاحتمالية اللي بعد كده عندي إني هيكون عندي 2 أصفر جنب بعض، هروح جايب الاتنين الأصفر دول على إيدي اليمين بالمنظر ده واروح عامل نفس الخوارزمية تاني، وما تنساش قلت لك هتعملها غالبا كذا مرة. R U R برايم U R U2 R برايم. رجعت تاني ما عنديش أصفر خالص فهعمل نفس الخوارزمية تاني R U R برايم U R U2 R برايم. طلع عندي 2 أصفر هحولهم ناحية اليمين وأعمل نفس الخوارزمية تاني R U R برايم U R U2 R برايم. لو جات لي واحدة أصفر بس من الأربع قطع الأصفر لازم أخليها ناحية الشمال تحت بالمنظر ده، وبعدين هعمل نفس الخوارزمية تاني. معلش استحملني R U R برايم U R U2 R برايم. قطعة واحدة أصفر اللي ظهرت لي لازم أحولها أخليها تيجي هنا، فهقول كده وبعدين هعمل الخوارزمية تاني إن شاء الله تكون آخر مرة R U R برايم U R U2
R prime. كده أكون حليت الخطوة التانية. الخطوة الأولى كانت إني حليت الوش الأبيض، والخطوة التانية إني حليت الوش الأصفر. تالت وآخر خطوة في طريقة حل البوكيت روبيك كيوب هتكون عبارة عن كده. أول احتمالية هتقابلني إني بعد ما حليت الوش الأصفر لقيت وش من الوشوش محلولة، حتى ممكن يكون عامل كده. كل اللي هعمله بس إن أنا هقربهم من بعض فيبقى عندي وش من الوشوش اتحل. اللي هعمله إني هخلي الوش ده بعيد عني بالشكل ده كده، يعني هخليه باصص الناحية التانية، وهقول الخوارزمية اللي هقولك عليها دلوقتي. هي طويلة شوية بس هنحاول نحفظها مع بعض. بتقول R prime F R prime، وبعدين B 2 times يعني B 2، وبعدين R F prime R B2 prime طبعا R2، وبعدين B2 تاني prime، وبعدين U prime. وادي الروبيك كيوب بتاعي اتحل ب3 خطوات بس. في كيس بسيطة جدا ممكن تقابلني في الخطوة الثالثة هقولك عليها حالا. الحالة اللي ممكن تقابلني وتخليني ستك شوية في الخطوة الثالثة هي إني أدور على أي وش محلول وما لاقيش. فاللي هعمله هنا إن أنا همسك الكيوب بتاعي بأي شكل يريحني، يعني في أي اتجاه مش هتفرق، علشان الخطوة الخوارزمية هي نفسها اللي أنا عملتها هتحللي وش واحد بس في الأول، وبعدين هبعد الوش ده عني زي ما عملنا في الخطوة الأولى. فهقول R R prime F R prime E prime 2 R F prime R E prime 2 R2 E prime 2. حصل هنا إني لقيت وش عندي اتحل اللي هو الأورنج، فهخليه بعيد عني وهعمل الخوارزمية لمرة أخيرة. R prime F R prime B prime 2 R F prime R E prime 2 R2 E prime 2 U prime. مبروك يا صديقي، كده انت بقيت قادر تحل البوكيت روبيك كيوب 2 في 2. ما تنساش ان هيكون عندنا فيديوهات تانية لأنواع تانية من الروبيك كيوبس. يا ريت لو واجهتك اي مشاكل تقولي عليها في الكومنتس، ويا ريت كمان لو قدرت تحل الروبيك كيوب عن طريق الفيديو بتاعي تعرفني انك انت حليته. السبسكرايب بقى الجميل بمناسبة ان احنا حلينا الكيوب ده، واشوفك مع كيوب مختلف.